النهارده هنتكلم مع بعض عن السؤال اللي بتسأله من ساعة ما اخترت النساء والتوليد كتخصص بتاعي، ومش شرط في العيادة، لا في أي مكان أروحه مع أي حد من قرايبي أقابله يسألني السؤال ده: هي إيه أعراض الحمل؟ ازاي اعرف ان انا حامل من غير ما اعمل اختبار حمل، او اعرف ان انا حامل قبل ما يجي ميعاد الدوره الشهريه؟ ازيك يا عروسه وازيك يا عريس، عاملين ايه؟ يا رب انتوا الاثنين تكونوا بخير. مش قادر ابدا فيديو النهارده غير لما احكي لكم موقف بجد مأثر فيا قوي. من وانا صغير كده، مثلا وانا كنت في ابتدائي تقريبا، في عيد من الاعياد كنا متجمعين مع بعض كأسرة مع بعضينا، وفي وسط ما احنا قاعدين كان في شخصية عسل قوي انا كنت بحبها. فجأة كده بدون اي سابق انذار شاور لحد من اللي قاعدين، كانت عروسة لسه متجوزة بقالها بتاع كام شهر يعني، وقال لها: انت حامل. انا عايز اقول لكم ان كلنا قعدنا نبص لبعضنا كده، وايه اللي هو بيقوله ده؟ بلاش احنا، هي نفسها كانت قاعده مستغربه جدا وعماله مكسوفه كده، اللي هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ في ايه؟ السؤال ده بقى فضل معشش جوه دماغي من ساعه ما كنت في ابتدائي لحد ما كبرت وخدت نساء وتوليد وجاي اعمل لكم الفيديو، تخيل. فالنهارده بقى جاي اتكلم معاكم عن الاعراض المبكره للحمل. كل الاعراض دي هتبقى في الفيديو ده، كمل معانا الفيديو. وكالعاده للمره 17 مليون تقريبا هقول لك: عيب قوي تكوني داخل تستفادي من الفيديو ومش عايزه تفيديني، اعملي لي لايك، سبسكرايب، فعلي زر الجرس، شاركي الفيديو مع اصحابك، حاولي تساعديني شويه. يلا بينا، خلونا نبدا مع بعض الفيديو. حابب ان انا اطلعكم من الفيديو ده عارفين الاعراض وفاهمين هي بتحصل ليه. الرقم واحد هنتكلم عنها ان الحمل بتاع حضرتك بيتقسم نصين، نص اول ونص تاني. طبيعي جدا ان في النص الاول بيحصل انخفاض لضغط الدم، وفي النص التاني بيحصل ارتفاع لضغط الدم. ليه بيحصل ده وليه بيحصل ده؟ تفاصيل ما تهمكيش، لكن انت كده فهمت ان في النص الاولاني ضغطك بيبقى واطي. ويا سلام بقى لو انت اصلا من النوع اللي مش مهتم باكله، النوع اللي بادئ حمله وهو عنده انيميا، يبقى لحد دلوقتي حضرتك مجمعه معانا انيميا، ضغط واطي، وحامل. دول بقى يترتب عليهم الاعراض اللي جايه دي: صداع، كسل، دوخه واغماء، ارهاق مستمر، والنوم الكتير. بمناسبه بقى النوم الكتير، يلا نتكلم مع بعض عن رقم 2، واللي فيها لازم تكوني فاهمه كويس قوي ان حضرتك بدأ رحله انت والجنين بتاعك مع بعض. جسمك مسؤول ان هو يغذي الجنين ده، عشان كده لازم يوصل له دم كافي، صح؟ فجسمك بيزود كميه الدم اللي جواكي بالميه، يعني من الاخر جسمك هيحبس ميه جوه الدم عشان يكتر الكميه، فالدم يبقى كتير فيوصل للبيبي كويس. كميه الدم لما تزيد في شويه حاجات هتزيد معاها. اولا هتزيد معاكي الافرازات، ثانيا حضرتك هتلاحظي ان الثدي كبر شويه في الحجم وحاسه بتقل خفيف، ثالثا بقى والاهم ان كميه الدم اللي وصل للكليه بقت اكتر، وبالتالي الكليه هتطلع منها ميه اكتر. مش بس اكتر، ده احنا كمان اتفقنا انها فيها كميه ميه كبيره، والكليه مش فاهمه بقى انت حامل ولا مش حامل. وصل لها دم في ميه كتير، هتقوم واخده منه الميه دي وتنزلها في البول، فحضرتك هتلاحظي انت هتخشي الحمام كتير، بالذات بقى وانت نايمه. حضرتك نايمه في سابع نومه والكليه شغاله عماله تطلع ميه وتحوشها في المثانه، تطلع ميه وتحوشها في المثانه لحد ما المثانه دي اتملت قد كده وشويه وهتفرقع، فحضرتك تبقى قايمه مره واحده من النوم: الحمام، عايز اخش الحمام. الوحش الكاسر اللي كنا متعودين عليه بينام في البيت محدش قادر يصحيه ولا حتى بالطبل البلدي، قامت لوحدها في عز الفجر مره واحده مفزوعه وجريت على الحمام. ما هي حاجه من الاثنين: انت حامل اللي عندك التهابات في البول، ما لهمش حاجه ثانيه. معلومه ثانيه برضو مرتبطه بحوار الدم ده: كان في دكتور الله يمسيه بالخير بتاع باثولوجي كان دايما يحكي لنا الموقف ده، ويقول لنا القدماء المصريين كانوا بيعرفوا ازاي ان الست دي حامل ولا لا. كان بيقول لك اول ما بيحصل جواز اي اتنين يتجوزوا يقوم جايين عند الزوجه ويربطوا حوالين رقبتها خيط، وعلى ما اتذكر كانت بتبقى شعره حصان بس مش متاكد من المعلومه دي، وبيتابعوها بعد كده. المفروض ان لو حصل حمل اتفقنا مع بعض ان كميه الدم اللي في جسمها هتزيد، وهرمون الاتش سي جي اللي هو هرمون الحمل بيعلى. الاثنين دول بيأثروا على الغده الدرقيه بتاعتها، بيخلوها تفرز هرمونها بشكل اكبر وبيخلوها انها تكبر في الحجم. لما تكبر في الحجم رقبتها هتبقى مدوره اكتر وتبدا انها تنفش كده وتبقى جميله، وده بيخلي الخيط اللي ربطوها على رقبتها يتقطع، وبكده القدماء المصريين يعرفوا انها كانت حامل. سبحان الله. نخش على رقم 3 معانا النهارده، وان مع الحمل حاسه الشم بتبقى حاجه كده فظيعه، وده بيترتب عليه الاعراض اللي جايه دي. اولا 3/4 مش بيبقى طايق جوزه. سبحان الله، الراجل الغلبان اللي تعبان معاكي وطالع عينه طول اليوم ما بتبقيش طايقاه، بتبقي حاسه ان انت اول ما تقربي منه الريحه دي مش طايقاك، من ابعد ابعد، انت السبب في اللي انا فيه ده كله، ابعد عني. تاني عرض معانا سبب حاسه الشم انك بتبداي تخش في سكه الغثيان والترجيع. اي ريحه حتى لو صغيره جدا، ريحه بريسول، ريحه شراب معفن، ايا كان، مجرد ما تشميها تحس انت عايز ترجعي بسرعه وتطلعي كل اللي في بطنك. بل وبعضكم كمان بيشم ريحه الاكل وحشه، يشم ريحه الفراخ انها زفره، ريحه السمك ان انا مش طايقاها، ريحه اللحم مش مغسوله كويس، تبدا بتشم التفاصيل اللي محدش غيرها شممها، وده بيخليها فاقده للشهيه. بس حابب افهمكم حاجه: الحامل دي جواها بيبي، هي جعانه، هي عايزه تاكل، جسمها محتاج الاكل ده، لكن هي فقدت الشهيه من كتر ما هي كل ما تقرب من الاكل تشم ريحته تقرف منه، فخلاص بقى الاكل مرتبط جوه دماغها اللي انا بقرف منه، انا مش هقدر اقرب منه. فقدت الشهيه لكن هي برضه لسه جعانه. تعالوا بقى نخش على التغيرات المزاجيه الجميله والتغيرات العصبيه الرائعه اللي كل واحده حامل بتتميز بيها. سبحان الله، تبقى قاعده معاك فرحانه مبسوطه، شويه هيطلع فراشات حواليها وفجاه تتعصب عليك، تتضايق جدا عشان وقعت فشار على السجاده،
خلاص انت كده عدو المرأة، انت كده هتتضرب النهارده. اتعود على ده، طبيعي جدا مع الحمل. التقلبات المزاجية عادية جدا، ممكن تكون مثلا بنت خالتها اللي من 10 سنين ما شافتهاش، ولما بتيجي سيرتها تبقى عايزة تروح تمسكها من زمارة رقبتها. اليومين دول هي حباها جدا، بيجيب سيرتها بكل خير، تحس انها يا بقى كتير ما كلمتهاش، ما نجيب التليفون نتصل بيها نطمن عليها. عادي جدا، ما تستغربش. هتلاقوها بقى حساسه زياده عن اللزوم، اي حاجه صغيره بتقف عليها. هتلاقوها بتحب تقعد لوحدها كتير، تتعصب بسرعه، بتقفش على اقل حاجه. هم 9 شهور وهيعدوا على خير. استحملوا يا جماعه، استحملوا. حاجه تانية مهمه جدا، ان مع الحمل بتنقص المناعه، مناعتك بتكون ضعيفه. هتلاقي نفسك من اقل حاجه بتتعبي، من اقل حاجه بيجيلك برد، من اقل حاجه بتصدعي ومش قادره وبتتعبي بسرعه جدا. ده شيء طبيعي جدا، مناعتك تحت خالص اليومين دول. حاولي تقويها، حاولي تاكلي اكل مفيد، حاولي ترفعيها فوق شويه. عرض برضو من الاعراض اللي لازم نخلي بالنا منه، واللي يا رب ما يجيش لحد فيكم ان شاء الله، هو نزول نقط دم او نزول الدم باي شكل من الاشكال في غير ميعاد الدوره. لو حضرتك متعوده ان دورتك منتظمه بتيجي في اوقات ثابته، وفجاه صحيتي من النوم في يوم من الايام لقيتي نقط دم، بعد الشر عنكم كلكم، ده ممكن يكون اجهاض ايا كان بقى نوعه، اجهاض منذر، اجهاض غير مكتمل، اجهاض مكتمل، اجهاض حتمي. نزول دم في غير ميعاد الدوره وانت اصلا دورتك منتظمه، ده من علامات ان انت حامل وفي خطر عليك. ابداي بسرعه، اجري على الدكتور واكشفي عنده. واكيد بقى مش محتاج ان انا اقول لكم عن الوحم. حضرتك هتيجي في يوم من الايام اكيد وقت غير مناسب، الساعه 4 الفجر مثلا، في يوم الناس كلها فيه قفله، مثلا يكون في حظر تجوال ومظاهرات، وتقولي له انا نفسي اكل مانجا. واكيد اكيد من غير ما اعرف ده مش موسم المانجا، هي لازم كده سبحان الله. بس الراجل مخلص وبيحبك هيعمل ايه؟ هينزل عشان خاطر البيبي ما يطلعلوش مانجايه في وشه، صح؟ واخر حاجه اللي اكيد مش محتاج ان انا اقولها لك، ان تاخر الدوره الشهريه من علامات الحمل. لو انت الدوره الشهريه اتاخرت عليكي وهي منتظمه، ما تتاخرش عليكي وانت عارفه مواعيدها كويس، وتاخرت عن الميعاد بتاعها، ده من علامات الحمل. اعمل اختبار حمل، ولو طلعتي حامل الف مبروك، ويلا بينا على الدكتور عشان نبدا نديك الادويه بتاعتك ونتابع الحمل، وان شاء الله يجعلوا ليك ذريه صالحه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ويكون جاوبت لكم على السؤال بتاع اول الحلقه، هو قريبي ده عارف ازاي ان هي حامل. بعيدا بقى عن الكلام اللي فات ده كله، اللي انا كنت بحاول اقدمه لكم بطريقه حلوه عشان تبقى انتم مبسوطين وانتم بتسمعوه، حاول تفهم كويس قوي ان اي تغيرات بتمر بيها مدام دلوقتي هي غصب عنها، كلها عباره عن هرمونات بتتغير غصب عنها مع الحمل. المدام اللي قدامك دي كتر خيرها، هي حامل في البيبي بتاعك، دورك انك تحتويها وتقف جنبها وتكون السند بتاعها في ال9 شهور دول. ان شاء الله هيعدوا على خير، وربنا هيجعل لكم البيبي ده ذريه صالحه ليكم. انما انت بقى يا عروسه اللي بتتفرجي معانا على الفيديو، خليكي فاهمه كويس قوي انك مش شرط تمر بكل الاعراض اللي فاتت دي. جسمك بيختلف عن جسم ساره صاحبتك او بنت خالتها مريم، كلكم مختلفين عن بعض. عشان كده حابب نختم الفيديو بتاعي بكام سؤال تجاوبي عليهم في التعليقات تحت. قولي لي بقى توحمتي على ايه في اخر حمل ليكي؟ ولو ما توحمتيش قولي لي ان الاعراض اللي اتكلمنا عنها مريتي بيه فعلا بجد، حسيتي فعلا بكل كلمه كنت بقولها، واحكي لنا اكتر عن تجربتك معاه. اتمنى اكون استفدتوا من فيديو النهارده، وعيب قوي يكون وصلت لحد اخر الفيديو ولسه ما عملتليش لايك وسبسكرايب، فعلت زر الجرس. يا راجل شير الفيديو، خلي غيرك يستفاد. لو عندكم اي سؤال اي استفسار حطوا لي في التعليقات تحت، ولو حابين تتكلموا بشكل مور برايفت اكتر هتلاقي اكونتات الانستجرام والفيسبوك بتوعي، اللينكات في الوصف تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.